وزي ما انت شايف كده النسخة ما بقتش طالبة تعديل. تمام، تابع الفيديو بقى عشان تعرف الحوار. طب اخواتي، فيديو جديد وطريقة تمديد نسخ الواتساب ما تخليهاش تطلب تعديل، ولو كانت طالبة تعديل ازاي تلغي التعديل. تمام، يعني اعلمك النهارده ازاي ما تخليش النسخة تطلب تعديل، ولو النسخة محتاجة تعديل ازاي تلغي التعديل. تمام. طيب، اول حاجة كده عايزك تسمع الفيديو لحد الاخر لان في حاجات مهمة يعني هتشرحها، لان الفيديو ده زي ما انت شايف كده كنت منزله من 8 شهور. يعني خلاص الطريقة اللي فيه ما بقتش شغالة، فالطريقة دي الجديدة. تمام، فانا عايزك تسمع الفيديو عشان تفهم، بس لان الفيديو ده بالذات بتاع تمديد النسخة محتاج دماغ. تمام، فرابط الاكواد اللي انا هستخدمها هسيبها لك في الوصف، ورابط ام تي مانجر هتحمله يا اما اسيبه لك في الوصف. تمام، وتابع معايا الشرح. تمام كده يا اسطى، يلا بينا. طيب، اول حاجه كده يا اسطى عندنا ام تي مانجر زي ما قلت لك. طيب، وانا اجرب على النسخه دي. تمام، هنبدا نخش على ام تي مانجر. طيب، النسخه دي مش طالبه تعديل، بس انا ايه يعني هشرح لك وكده ازاي انت تلغي التعديل، بس هي اوريدي مش طالبه تعديل عندي. تمام، فالنسخه تبقى بالشكل ده، نختارها بعد كده ندوس على نيكست. تمام، ثانيه معلش. تمام كده النسخه تفتح بالشكل ده، نبدا ندوس كده عليها بعد كده ندوس على فيو، تفتح معانا كده. تمام. طب على حسب بقى النسخة تفتح معاك بالشكل ازاي، المهم ان انا النسخة فتحت معاك كده، كل واحد على حسب النسخة متشفرة ازاي. طيب، خلينا متفقين ان نسخة الاعمال والنسخة مكان المتجر دول ما ينفعش تمددهم. تمام، ما ينفعش ولا تغير التعديلات اللي فيهم ولا ما ينفعش تمددهم الاتنين. تمام كده. طيب، كل اللي احنا علينا نعمله ايه، هنيجي هنا على ايميل مانجر تاني لو سمحنا، بس هنيجي كده في الجنب ده تشوف الملف اللي انا سبته لك في الوصف. تمام، او تمديد. طيب، في نسخ يعني انا جايب لك كل حاجه، في نسخ بيبقى فيها الكلمه ده عادي، وفي نسخ لا بيبقى فيها الكلمه اللي تحت دي. فانا هجرب الكلمه الاولى، ظهر تمام، ما ظهرتش يبقى إيه؟ نشوف النسخه التانية. تمام، ثانيه معلش، نبدأ ندوس كده وندوس على الاولى وبعد كده نختار كل الملفات اللي هي بتاع الفايلز او الكالكس. تمام، هنبدأ نيجي هنا يا اسطى ونضيف الكلمه اللي احنا خدناها ونضيف بحث. تمام، كطبيعي هيظهر لك تلاتة. طب لو ما ظهر لكش حاجة يبقى تاخد الكلمة اللي كانت تحتيها وتيجي تبحث عليها وتختار أول واحدة. تمام. طيب، أروح عاملين كده وننزل تحت. تمام، هتلاقي الكلمة دي. تمام، وهتنزل كمان شوية، ثانية تنزل كمان كده شوية، هتلاقي واحدة هنا برضو. تمام، ويعتبر بس كده مفيش حاجة تاني. لا يا اسطى ثانية معلش، نخش كده تاني. تمام، هتلاقي دي وتلاقي دي، ننزل تحت هنلاقي دي. تمام، تلاتة. طيب، هنرجع تاني معلش، هنخش على هنا. تمام، هنخش على اللي هي اسطى بتاع التمديد دي. معلش ثانية انا اتلخبطت، وهنمسح كل الموجود، وهتاخد الأولى كوبي، وهتاخد التانية كوبي، وهتاخد التالتة أو الرابعة كوبي، أي واحدة من دول، لأن أنت ممكن تلاقي اتنين برضو تحت. تمام، ثانية هفهمك أنا الحوار دلوقتي. تمام، لو احنا عملنا كده ودخلنا هنا يا اسطى وبحثنا تاني، دخلنا كده يا اسطى، بص احنا ننزل كده، دي هنبدلها بالاولى اللي احنا خدناها كوبي. تمام. طيب، والصغيرة دي يا اسطى هنبدلها بدي، ونبدأ ننزل تحت، هتلاقي عندك دي يا اسطى. تمام، هتروح مبدلها بدي. تمام، وممكن تلاقي واحدة هنا اهي اللي هي دي. تمام، اهي يا اسطى دي ما خدتش بالي منها اهي، هتروح مبدلها بالتانية، بس انا راح اجيب واجي. تمام، هندوس سيف، انا ما خدتش بالي منها، يبقى انت هتاخد الاربعة كلهم كوبي. تمام، وتبدلهم زي ما انا بدلت كده.
انا اوضحهم لك برضو دلوقتي متقلقش، انا اوضح لك دلوقتي هم انهم بالظبط، بس انا بس بحاول ايه اشرح لك بالتفاصيل، وانت برضو ما فهمتش قول لي. تمام. نضغط تاني. وهي الاخيره دي نروح واخدينها كويس. تمام. انت ممكن تلاقي الحاجات اللي عندي مشابهه هنا بهنا، لان انا كنت مجرب على النسخه دي قبل ما اشرح الفيديو. تمام. فقول لي كده يا اسطى، عايزين بس الكلمه اللي انا ببحث عليها. هو اوريدي هيجيب لك 3 هنا او بالكلمه التانية يعني زي ما قلت لك. طب هننزل تحت خالص، هنبدل برضو دي بيهم. تمام. طيب عندك يبقى هنبدل دي، شايف انت دي كده الكلمة دي اللي اولها 0 x. تمام. ودي برضو اللي اولها 0 x. تمام. هنطلع فوق كمان شوية، ودي برضو ودي برضو. تمام. وبعد كده ندوس سيف، هنبدلهم بالاربع اللي انا سايبهم لك، وبعد كده نطلع تاني وندوس سيف. تمام. متنساش بقى يا اللايك والاشتراك بتاعك كده وانت واقف. تمام كده. وبعدين رجعنا. طيب احنا كده عرفنا ازاي ما نخليش النسخة تطلب تعديل. قصدي احنا كده لو النسخة طلبت تعديل حدثناها. تمام. احنا كده مددنا النسخة. طب عايزين بقى النسخة ما تطلبش تعديل تاني، نعمل ايه بقى؟ هنبدأ ندخل تاني ونبدأ نختار الكلمة الكبيرة دي. تمام. زي ما انت شايف كده معايا، بس حاول تختارها صح. تمام. نطلع كده ونخش تاني على ملفات الكلاكس. تمام. ونجي نبحث ونبدل، بس هنختار دي ونروح مختارين الأولى وبعد كده نبحث. تمام. طيب ما ظهرش حاجة، نبدأ نبحث تاني، هنلغي بس دول ونبحث تاني كده. تمام. هنروح مختارين يا اسطى اللي فيها الوي. تمام. شايف حرف الوي ده، نختار اللي فيها الوي ونبدأ ندخل. تمام. ركز بقى كده معايا عشان دي محتاجة الدماغ، يعني عايزك تكون مصحصح شوية. تمام. ثانية بس هنتأكد منها. تمام. هتيجي تنزل يا اسطى ثانية برضو. طب نختار اللي تحتها كده، عايزين نتأكد من كل حاجة. تمام. نختار الأولى. هتيجي يا اسطى بقى من أول هنا. تمام. يعني هتسيب دي وتروح جاي من أول تحت كده، تختار دي كده على حسب بقى الاسم هيظهر لك ازاي، لأن ممكن الاسم يظهر لك غير الاسم اللي عندي ده. تنزل تاخد ده كله كوبي كده، مش هتاخده كوبي طبعا، بس أنا بقول لك يعني ايه، حددهم ظللهم كده. تمام. خليك معايا. نبدأ ننزل تاني زي ما انت شايف كده. اصبر بس، أنا مش عارف بيجري ليه. تمام. تبدأ تنزل لحد يا اسطى ما نيجي هنا. تمام. ونروح حاسبين لحد ما نيجي عند الكلمة دي اللي هي دي. أهم حاجة تيجي عند الحد دي وتمسح ومن فوق. انت طبعا لما تبحث هيجيب لك دي، وتيجي بقى من تحتيها تمسح لحد دي، وبعد كده ندوس حفظ ونرجع خطوة لورا، نرجع تاني وندوس سيف. ماشي يا اسطى. اللايك بتاعك بقى كده، احنا خلينا النسخة تبقى مديدة مدى الحياة وما تطلبش تعديل. نرجع وندوس تثبيت نستول. تمام. ممكن النسخة تقول لك في حزمة متعارضة معايا، فتمسح النسخة القديمة وتثبت الجديدة. ده مستحيل، لأن أنا أصلا عامل لك الطريقة عشان الشتات ما تتمسحش. تمام. فإن شاء الله الطريقة تشتغل معاكم، متقلقوش يعني وكده، وأنا مش محتاجة فحص. فبس كده يا اسطى. بس يعني طبعا النسخة أصلا ما كانتش طالبة تعديل. تمام. فأنا هقفل بقى دلوقتي عشان الفيديو طول مني، ولو في حاجة وقفت قدامك يا اسطى يعني ابعتلي مسج وأنا هكلمك، مش حوار. بس كده يا اخواتي، مع السلامة.